الأكلة دي بتنزل في القلب حرفيا. أكلة اقتصادية من أكلات آخر الشهر. الكشري الأصفر بجد تحفة جدا. أكلة في منتهى الجمال، تنفع معاكي في أي وقت من أوقات الزنقات. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. ما تنسوش لايك وشير وكومنت حلو جميل زي قلوبكم. أول حاجة نزلت عندي بكوباية ونص من الرز، وعليها كوباية إلا ربع من العدس. كمية العدس تكون نص كمية الرز. في حله نزلت بمعلقه من السمنه، ونزلت ببصلايه متقطعه صغير شوحتها لحد لما دبلت، ونزلت بمعلقه من الثوم المفروم شوحتهم. العدس والرز طبعا غسلتهم كويس، ونزلت بمعلقه صغيره من الكزبره الناشفه ومعلقه من الكمون، وظبطت الملح. وتشويح الرز والعدس مهم جدا، لازم تطولي في الفتره دي بحيث ان الرز يطلع معاكي مفلفل ومش معجن. نزلت بكميه الميه وسبته لحد لما اتشرب واستوى معايا. وهنا كنت سلقت بيض، وطبعا دحرجته في معلقه من السمنه البلدي، وجهزت معاه كمان طماطم متبله او طماطم مخلله زي ما بتسموها. عملت لها دقه حلوه كده، وكمان حمرت شويه بصل. ما بضيفش على البصل اي حاجه، ولا دقيق ولا نشا، بحمره في زيت بس كده. اللهم بارك. ده شكل الكشري بتاعي زي ما انتوا شايفين، مفلفل وتحفه جدا. زينته بالبصل اللي حمرته. لو حابين كمان تعملوا معاه شويه صلصه مفيش مشكله، بس عشان الطماطم غاليه واحنا عاملينها اكله اقتصاديه. كمان عملت معاها بطاطس مسلوقه ومتحمره، واكله طعمها في منتهى الجمال واللذاذه. مفيش اسهل من كده. زي ما قلتلك شوحي الرز كويس جدا مع العدس قبل ما تحط عليه كميه الميه، هيطلع معاكي مفلفل ومش معجن زي ما انتوا شايفين بالجمال ده. اكله سهله وسريعه وما بتاخدش اي وقت. جربوها تحبوه. اشوفكم الفيديو الجاي.